سنة 1977 شاب عمره 28 سنة قاعد الصبح على صوت دق باب الشقة بشكل قوي وسريع. قرب من الباب وسأل منه، سمع جواب يقول له شرطة. فتح الباب وطوه تبليغ يروح للمحكمة يوم 5 يناير. راح بهذا اليوم دخل المحكمة وعرف ان هو ورث بيت من خاله الوحيد اللي مات بسبب توقف القلب. راح للبيت وشافه قديم بشارع شبه مهجور. بالبداية كان كل شيء عادي وطبيعي. دخل البيت وشافه كله تراب. بدأ يرتب غراضه إلى ما أجى الليل وراح للسرير ونام. فجأة فزع على صوت مشي بالسطح. أخذ الأمر بشكل عادي وقال يمكن حيوان يمشي فوق. بعدها بكم يوم بدت الأصوات تزيد وصارت داخل البيت من صوت فتح باب وطقطقة خشب وهمسات خفيفة من الغرف القريبة منه. ثم أخذ الوضع يصير طبيعي ماكو أي شيء. مر أسبوع. قعد بالليل ونزل المطبخ على مود يشرب مي ولمح بطرف عينه شيء أسود طويل كأنه ظل بشري. التفت على الظل اختفى بلمحة. من هذا اليوم بدت الأمور تتصاعد والأحداث تصير بشكل أكبر. تيقن إن هو مو وحده وهذا هو جاي يصعد درج حس شيء يسحب برجله بشكل خفيف. هاي اللحظة حس بخوف مو طبيعي. مباشرة نزل الدرج وركض باب الطلعة. قبل لا يطلع وقف ورجع لأن ما عنده مكان غيره. الشقة تركه وفلوس العدة خلصها على ترميم البيت. رجع للغرفة بقى هناك إلى ما غلب النوم. بعد وقت بسيط فتح عينه وشاف جسم أسود ضبابي واقف بنص الغرفة بدون ما يتحرك ويتنفس بصوت عالي وخشن يخلي القلب يوقف.